عادل إمام في يوم الجو كان فيه حر زيادة عن اللزوم، جمع عياله وأحفاده وقال لهم على وصيته بدون سابق إنذار، وإنهم اكتشفوا إنه مدكن ملايين الدولارات في بنوك برا مصر، وإنه عايز يتبنى له مقام ليه بعد ما يموت والناس كلها تزوره فيه وتدعي له. ظهر علينا خبر الفترة الأخيرة محدش عارف إيه مصدره ولا مين قاله، غير إنه لف السوشيال ميديا كلها، وباقي الخبر بيقول إن الزعيم كان في الساحل الشمالي قاعد على البحر في يوم حر جدا، وهو قاعد لقى نفسه بيكتب وصيته وبيكشف عن فلوسه اللي برا مصر. وبعد ما قعد 3 ساعات قدام البحر بيكتب وبيشوف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، دخلت عليه بنت شغالة ويتر في القرية اللي قاعد فيها في الساحل الشمالي، ونزلت له ليمون بالنعناع المشروب اللي بيحبه، وقال لها انت فكرتيني بأحلى مسلسل عملته في حياتي اللي هو العراف اللي الناس كلها أشادت بيه. وبعد أكتر من 3 ساعات زهق من كتر الكتابة وقال لا، أنا أجمع أولادي وأقعد وسطهم وأحكي لهم الحكاية من البداية وأقول لهم على وصيتي والفلوس اللي عندي بره، وبرضه العمر ما بقاش فيه قد اللي راح. وفعلا جمعهم في فيلته وقال لهم إنه عنده ملايين الدولارات بره مصر كسبهم بعرقه وجهده الفترة اللي قضاها طول حياته في الفن في مصر، وإنه كان عامل كام مشروع بره مصر بيكسب منهم بالدولار، وده خلى ثروته تزيد. وفي ظل الأزمة الاقتصادية دي ربنا سترها عليه وقدر يعدي منها بأقل الخسائر، وإنه فضل يعمل كده علشان هو مش ضامن البلد وإن المشاريع بره بتكسب خصوصا إنها بالدولار. وبعد ما حكى كل حاجة عن الفلوس اللي ليه بره، اتفاجئ الجميع بوصيته اللي كشفها مرة واحدة عليهم، وقال لهم إنه عايز حد يبني له مقام ويتكتب عليه مات من أجل الفن، ويتحط سيرته الذاتية على المقام والناس كلها تيجي وتشوف إننا كان عندنا فنان عظيم زي عادل إمام. ووصى كمان إنهم يطلعوا له حاجات كتير لله ويخلوا الناس تدعيله، وأي حد يطلب حاجة من صحابه يعملوها ليه على طول، وكده هيكون مرتاح لما يتوفى. وطبعا الخبر ده انتشر بسرعة البرق، ومحدش من المقربين منه طلع نفى أو أكد المعلومة. وفي النهاية ربنا يديك طولة العمر يا زعيم القلوب، وتفضل تمتعنا بفنك الجميل وأفلامك اللي تربينا عليها.